حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. صلوا على النبي وترحموا على جدتي. حطوا بقى لايك للفيديو. النهارده فيديو تحفه قوي قوي قوي. النهارده بقى هنعمل عشاء العروسه، هنعمل صينيه العروسه النهارده مع بعض. ان شاء الله هتعجبكم. قولوا لي رايكم في الكومنتات، ولو حد محتاج زيها او عايز يطلب زيها هحط لكم برده الرقم في صندوق الوصف. وكملوا معايا الفيديو للاخر. اول حاجه كده بدأنا بيها هي فراخ شاورما، اديناها صدمه مع الزبده، وبعدين هنحط البهارات. ايه هي بقى؟ فلفل اسود وبابريكا وشويه من السبع بهارات، بشره من جوز الطيب، حطينا كمان ورق لورا معلش اتلخبطت. هنحط رشة كمون وكمان مكعب من المرقة، ونظبط الملح بتاعنا ونقلب الكلام ده كله مع بعض. وطبعا زي ما قلت لكم احنا بنعمل النهارده الاكل كله بالزبدة والسمنة البلدي. تمام. هنا بقى بعد ما فراخ اتشوحت كويس جدا مع الزبدة والبهارات اللي ريحتها بقى كانت خطيرة خالص دي، معانا بقى بصل ضربينه في الكبة. هنبدأ ان احنا نحطه على الفراخ الشاورما بتاعتنا، وده بيكون المنظر النهائي. عايزه اقول لكم تحفه تحفه. وبعد كده بعد ما خلاص عارفه ان كل حاجه استوت وكل حاجه تمام، هحط الفلفل الالوان في الاخر، لان احنا بنحب فيه قرشه كده صغيره، مش بنحب الفلفل يكون مهري. فاهميني. وبعد كده معايا الطبق ده فيه ايه بقى يا جماعه؟ صلوا على النبي وتعالوا واحده واحده كده مع بعض. ده كان بصل مضروب في الكبة تمام كده، ومعاه فصين من التوم. هنبدأ نبهره، بس خدنا حبة منه على جنب، حطينا عليه فلفل اسود، وده حاطينه برضو هنا في الطبق. هنحط عليه بقى ايه؟ ملح وفلفل اسود، وهنحط دبس رمان، وهنحط بابريكا، وهنحط بهارات فراخ تمام كده زي ما انتم شايفين البهارات بتاعتنا. شوية من اللهم صل على النبي الكركم. هنحط كمان رشة من الكزبرة، رشة من السبع بهارات اللي احنا عاملينها الخطيرة دي في البيت. هنحط كمان شوية زيت وهنقلب الكلام ده كله كده مع بعض كويس جدا. بصوا التتبيلة خطيرة خطيرة. وزي ما انتم شايفين كده نقلب كويس ونتأكد ان كله تمام. هنا ماما حطت شوية من الجنزبيل عشان كانت نسيتهم. وبعد كده بعد ما هنقلب التتبيله بتاعتنا دي وهنسيبها على جنب، وهنا معايا حمام للبصل اللي احنا كنا شايلينه على جنب، حطينا عليه فلفل اسود، زودنا عليه شويه من الملح. ومعايا هنا ايه؟ حمامتين. هبدا ان انا ابهر الحمام بتاعي، لان الحمام يا جماعه لما بتبهريه الاول ببصل وفلفل اسود وملح بيديكي طعم خطير قوي بعد لما بتحشيه. وهنا التتبيله بتاعتي اللي احنا عملناها الخطيره دي زي تتبيله شوي كده، عملناها الفرخه بتاعتنا. وهتفضل برضو الكلام ده بنعمله قبليه بيوم عشان نتاكد ان الحاجه كلها شاربه من التتبيله. بعد كده هتجيبي حله فيها زبده، حطينا زبده وحطينا الاول القوانص، وبعدين هنقطع عليه البصل ونبهر بقى الكلام ده كله بعد ما القوانص خلاص كانت داخله على السوا، لان هي القوانص بتاعه الحمام وبتاعه الفرخه فهي مش هتاخد سوا يعني. حطي بقى بابريكا، كزبره، فلفل اسود، ملح، شويه من السبع بهارات، وقلبي الكلام الجميل ده كله مع بعضه. وبعدين برضو حطينا الكبده، وبعدين دي رشه من الخضره. عايزه اقولك هتفرق معاكي جدا جدا في طعم الكبد والقوانص بتوعك في الحشوه، بجد تحفه تحفه. هنا الفريك معايا، ده كان فريك الضحى، كنت غسلاه ونقعاه وصفيناه. وبعدين هنبدا نحط الفريك مع الكبد والقوانص، وشمي بقى الريحه اللي قلبك بيحبها، بجد كان تحفه. هنا بقى بصوا كنت حشيت المحشي، كنت عامله محشي مشكل حشيته، وكمان حشيت الحمام بتاعي، والشاورما عندي جاهزه. بدات ان انا النهارده بقى تاني يوم اللي هو يوم ان انا هودي فيه الصينيه، بدات بقى اسلق الحمام بتاعي. وهنا معايا حله حطينا فيها ورق لورا، وحطينا كمان فيها حبهان وقرنفل ومكعب من المرقه، وحطيت كمان شويه من الكركم. ومعايا رز البسمتي بتاعي، هبدا ان انا اشوحه شويه حلوين، لان الرز البسمتي لازم يتشوح. ونظبط الملح، ونحط بقى الميه بتاعتنا. انا مش هسيب شوربه او اي حاجه، لا انا هحط ميه كده تمام، لان انا مستكفيه بطعم الزبده وطعم البهارات اللي هو فيه تمام. هنا بقى معايا صاج، حطينا اول راق من الزبده وبعدين الجلاش، وبعدين حطيت الشاورما الفراخ بتاعتي اللي كان طعمها خطير بالبهارات بتاعتها التحفه قوي دي. جربوا يا جماعه الطريقه زي ما بقول لكم كده، بجد تحفه تحفه. وكملوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا صينيه العروسه وهي بقى متغلفه تغليف غير خالص، يعني غير التغليف اللي احنا بنعمله في اي حاجه تاني. وبعد كده هبدأ برضو اكمل الرقات بتاعه الجلاش بتاعي تمام كده.
نبدأ إن إحنا نحطه، ممكن تعملي بقى رقاق، تعملي جلاش زي ما بتحبي، بس أهم حاجة تنغنغيه كده في السمنة البلدي أو الزبدة. إحنا برضه عاملينه بالزبدة، هنبدأ بقى نقطعه لمكعبات مثلثات زي ما تحبي اعملي. وطبعا كان الرز على النار، المحشي على النار، اللي كان الحمام خلاص قرب يستوي، كمان كان الفراخ في الفرن. هنا بقى معايا حليب مع بيكنج باودر وملح فلفل اسود وبيض. مش هقول لكم طبعا الكميه قد ايه لان احنا عاملين صاج كبير، فاحنا حاطين يعني ايه على قده يعني، فاهمني؟ هنزود كمان شويه حليب تاني. تمام كده، ونبدا نحطه في الفرن على طول. وتعالوا بقى نعمل الصينيه القمر بتاعتنا. اول حاجه واحده واحده كده غلفنا الصينيه بورق فويل، وبعد كده هنبدا نحط الرز الاصفر بتاعنا المبهر واللي ريحته خطيره، والف الف هنا بجد اللي كل منه، بجد الف هنا. ماشي، هنبدا اول حاجه نحط الرز زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنبدا نرص بقى الايه المكونات التانية، اللي هو محشي بتنجان وكوسه والفلفل. طبعا في ناس بتكون عايزه كرنب، في ناس بتكون عايزه ورق عنب. دي براحتكم. هنا بقى كنت بوريكم ان انا حطيت الضوافر، لان اصلا الفرح وصينيه العروسه كان يعتبر هي زي اختي يعني، ف كنا حاضرين الفرح، فهنا كنا خلاص. ده كان قرب المغرب كده، خلصنا الصينيه وغلفناها، وبعدين بدأنا بقى ان احنا نلبس عشان نروح الفرح. هنا بدأت ماما ترص كده المحشي على الطروف بتاعت الصينيه، وهنا بقى الحمام اللهم بارك والف هنا بجد اللي كل. وهنا كانت الكفته، بس انا مصورتهاش معاكم بصراحه لان زي ما قلت لكم كنت بحط بقى الضوافر والميك اب والكلام ده كله. ماما عملت كفته، وانا بجيب الكفته لقيت عنده منديل اللي هو بتاع الطرب، عملنا برضه ماما عملت شويه كده ليها ولينا بصراحه يعني لينا احنا الاتنين، حطيناهم برضو كده على جنب. وبدأنا نحط كده الفراخ في النص، وبعدين حطينا الجلاش، وحطيت كمان علبة من سلطة الدقوس. وبص بقى جمال الصينية اللهم بارك، ولا ريحتها ولا الطعم، كان خطير بجد خطير. بص الجلاش كان طعمه تحفة قوي، وكمان الكفتة كانت خطيرة، الحمام اللهم بارك ألف ألف هنا بجد للي كل. وكمان بقى المحشي كان عايزه اقول لكم خطير. هنا بقى بدأنا ان احنا غلفناها تغليف بقى كده عرايس، جبنا تل وشريطه حمرا بقى. وبدأنا ان احنا الاول عملنا بالفويل، وبعد كده عملنا بالتل، وبعد كده قفلنا بالشريطه الحمراء. وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم بقى حطوا لي لايك، واستنوني في فيديو جديد، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. باي باي.